أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم به. وبعد في الآية الأخرى شو يقول؟ يا أيها المذكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزش فاهجر. شنو هذه؟ ولا تمن تستنكر ولربك فاصبر إن قل فلنقول في ذلك يومئذ عسير على الكافرين. ودرا شنو باهي لا علينا. على كل حال هو معناها كان قاعد لاباس عليه في الغار، يا اخي جا جبريل هبط عليه رسالة. والله انا قبيله راني كيفه، راه تعرف انا قبيله كنبنك هكا ما نعرفش هو من اسمع. مش معناها باش نولي نبي ولا حاجه، فهمتني؟ اما جاني كيما معناها حاجه كي حسيتها معناها مش هو رسول ولا حاجه كيما هكا. انا جاتني حاجه كيما نقول احنا مثلا كنت قاعد لاباس عليك كي جاتك حاجه معناها ما بحبش نكبر فمي انا تو معناها جات حاجه كان بعبسطك، فهمت كيفاش؟ ولا انا جات حاجه بعبسطني تبعبسط، فهمت كيفاش؟ ولا تفكرت انا معناها الذكريات نتاعي مع الطب في تونس. انا حكيت لكم قبل كيفاش مشيت للمنوب، فما الطبيبه سكسيه ذيك اللي تعمل في الظوافر نتاعها محليها وكل شيء، هي طبيبه مزيانه راه، فهمت كيفاش؟ ولا كان جيت انا مش في السبيطار وقتها وهي تيتر بروفيسيونيل معناها تعالج فينا ناس انا مريض وكل شيء، وانا مشيت لها بسقايه راه. انا شكيت في روحي مهبول وكذا، حبيت نمشي نحكي معاه. يا اخي عطتني الدويات. علاش؟ لانكم الطب في تونس. علاش انا تو قررت باش نتبول عليكم؟ انا تو بالرسمي قررت باش نتبول على الطب في تونس الكل، فهمتني؟ يعني معناها ما عندكم ما تعملوا لي راه، فهمت كيف؟ اللي يحب يشكي بيه يشكي بيه، حتى مش كي بيه زاد راه. خرج جي المحكمه الدستوريه برك، والله ما نشكي بيكم الناس الكل. تو اوريكم انا كيفاش، فهمتني؟ على كل حال الطبيب ضيفتي معناها يقسم عندنا الطب في تونس معناها. نقول لك حاجه، هو راه معناها كيما احتراماتي حش الطب اللي نعرفهم انا، فما طب خاطر صحابي وكذا، فهمتني؟ هما ذوما بلديه، فهمت كيفاش؟ ولا ما يحكيوش مع القعار كيف انا، لانه فتي القعار كيف انا يا جماعه قفصه وسيدي بوزيد انتم راه بالنسبه لهم هما قعار. انا ماني جاي ما سيدي عياد قاع فرصه نسمى اكبر قعر في تونس، فهمت؟ طب ذوما ما يحكوش معانا، ما معناها ما يبقاش يكسر في راسه معناها فتي كذا. انا طبيب مشيت لها مريض راه، مشيت لها غايتني روحي معناها صارت لي كيما الشوكه كيف اني حاجه ما تقبلتهاش. مشيت نحكي معاها كذا، قالت لي اشرب الدواء بعد تحكي معي. باش انا من بعد نمشي نرعش هكا نرعش، صورني انا وزني ما حوايش نرعش باش ناخذ عندها الدويات، باش هي في الاخر بكل تقول كاين تحت منه الخريه ذا. في هذا يبقى فتي جايني هي فتي كذا هو هايج وكذا يحب يحكي وكذا هكا يشرب الدواء ولا شي ياخذ ويمشي راح. من وقتها خويا برجوليه خذت موقف من الطب. انا انتم الطب نتاعنا في تونس انا قررت توا معناها بعون الله، بعون الله كون نتبول عليكم واحد واحد. اول حاجه الساعه فتني بالرسمي شوف علاش انتم النخبه هنا في تونس وكذا. تو مش نركز على الطب المحل، مش نركز على النخبه الكل. انتم جبناء والشعب هذا فتي اللي انتم تسمون فيه قعار وتسموا فيه كذا ديما فايق عليكم وديما يبدا يدز فيكم. انتم الفلاسفه قبل كيفاش كانوا يدزوا في العلماء والعلماء كانوا يدزوا في الفلاسفه، فهمت كيفاش؟ وكان صايره بيناتهم كي نوع من الكلاش وكذا باش العلم يطلع، لانه هذاك هو الحل معناها. يا با دوتر سوليسيون. الاخر وقت اللي يجي يتفلسف عليك كذا الاخر يخرج له بنظريه علميه معناها بارقام وكذا، وبطبيعته العلم معناها ما تحضش برشا بيسكو معناها بازي على حاجات معناها مجرده وكذا، مش كيما الفلسفه فيها هكا وفيها هكا. دونك انتوما يزكم واحد كيفي انا مقربع مهبول، فهمني؟ باش يجي يفيقكم على رواحكم، باش انتوما نخرجوا معاكم بحل، لانكم انتوما الطحاله نتاع البلاد والعباد الجبوره القعار كيفي انا اللي يحكيو بنايا وقلت ليك ويما ودرا شنو. انا خاطر ولد سيدي عياد قاع سريان، انا من سريان اصلي، فهمت كيفاه؟ دونك انا هذيك لوختي وجماعه سيدي بوزيد معناها راسي وعيني كيف وكفسه كيف معناها. انتم بالنسبه لنا احنا بالنسبه لكم انتم احنا نسموا جبوره. ما عرفش نوريكم انا كيفاش. انا طبعا انا مش عامل لكم معجزه انا توا راه ما هو شايف انت واحد كيفاش نذير من السماء بعبصني. انا طبعا مش بعبصكم انتم وناوي باش تبول عليكم واحد توا نقول ربكم كيفاه. انتم سامحني توا انا نحب الطب نتاع تونس يجاوبوني على الاسئله هذوم، وكانكم بالرسم رجال تو تجاوبوني. ما كانش بالنسبه لي انا. اول حاجه الساعه فتني الحاجه اللي انا مش نفهمها كيفاش الطبيب مسلم الساعه عنده الحق راجل بريك يبين عليكم مرفات عنده الحق مش نورمال. كيفاش طبيب مسلم كيفاش وطبيبه تو ما نحكيش على فرملي طبيبه وقارئ علوم هذيك كل فتي كذا واختصاصيه في درا شنو عامله حجاب. مش خايفين انتم؟ مش خايفين تقولوا الحقيقه على الاقل. بالله يسكم سؤال انا مثلا وقت تسمعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال معناها فتني وقت اللي طيح ذبانه في كاس فتني غتصاب كلها، لانه تحت نصف جناحها الاول الداء والجناحيه الثاني وشنو النصف الثاني الدواء ما هكا ولا. معناها الذبانه اللي تنقل في الامراض وتمشي للبلايص المسخه وتحط حشاكم على النجاسه وعلى الغرم وعلى كذا وعلى كذا، تحط على ماكلتي انا لازم نغطسهم كلها. المره الجايه تاش تعملوا انتم
المره الجايه انا نوصي المسلمين بالحق راه تعملوا كيك بالشوكولاته، وتجيبوا الذبان الازرق، والذبان ذاك تلموه، ما نحبش نقول لك كيفاش تلموه، انتم كذا تصطادوه ومن بعد تحطوه في الكيك هذاك وتاكلوه، لانه هذه سنه نبويه حميده. النبي وصاكم هكاك، خش بك ما تحبوش تبقوا كلام النبي انتم يا الطب نتاع تونس العلماء. كيفاش النصف الاول داء والنصف الثاني دواء ولا شنو؟ ولا جناحي الاول الداء وجناحي الثاني؟ فهموها لي انتم ضم يا اخي، ما عندكمش انتم العلوم. فماش واحد فيكم الراجل هنا يجي يواجهني انا، يواجه واحد مهبور مبسكله. ما تحبوش تقول لعباد انتم كيفاش الذبان فيه الدواء وفيه الداء؟ ما عندكمش واحد يثبتوا لي انتم اللي كنتم مسلمين صحاح يا ربي، وثبتوا لي بالعلم اللي انتم فما داء وفما دواء في تحت جناح البعوض الزب، جناح الذبانه مش مزبب، فهمني. وحاجه اخرى بالنسبه للصيام، راهو الصيام بالحق راهو يداويو بيه في الانجلتير، وراهو فتي العباد غادي تقعد فتي بال 12 ساعه وحتى بال 16 ساعه كي يبدا في الديكا اكستريم وكل شيء، يداويو بيه النقرس ويداويو بيه كذا وكذا. الصيام اخويا دواء باهي، اما هكا كيفاش يصيموا هم؟ يوكلوا فيها في الحشيش الخس هكاو، ما فما حتى شيء مع الخس كان الخس هكاو. وساعات ما معناها يحب حد اللي ما ياكلش الخس ده ما ياكلش زاد، خاطر برسمي هو دواء. اما يشربوا فيها في الماء، يشربوا فيها في كميات كبيره 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 نتاع ماء، لانه بشر اللي ما يشربش الماء راهي كبته تشيح وكلاويه تسقط وحالته حليله ذاك عاد ريحه فمه دناتنا. بعد يقول لك ريحه فمه فما ريحه خلفه معناها الريحه المناكه نتاع الصايم، ريحه خلفي فم الصائم عند ربي طيب ودرا شنو في الجنه، فهمتني معناها؟ اسمع اللغه فهمتني. انتم معناها علاش ما تجوش العباد تصارحوهم تقول لهم راهو الصيام هذا راه مضر بالصحه، فهمتني؟ علاش ما تصرحوهمش؟ تيهم الازهر فتني معناها يفيقوا بالدين نتاعهم مع الحيط، بداو ينقصوا فيه. مرفات قال لك اللي يخلص اقل من 700 دولار ولا قداه ما يحقش عليه الصيام، والصيام هذا ربي خلقه ذور الاغنياء برك، الفقراء قال لك موت بشر عشان كم احنا نصيموهم، ما كل صيموهم نزنيكم. دونك هم على الاقل قالوا الحقيقه لهنا. يحكون على ماء زمزم. البريطانيين وما ادراك ما البريطانيين قالوا الحقيقه الشعب ما كذبوش عليه، وقالوا له لانه ماء زمزم هذاك فتني معناها بقطع نظر اسكو هو معجزه ومش معجزه، خاطر قعد الاف السنين قال لك هو يصب هاي باهي اطلع معجزه سيدي هاي توا معبي بالزرنيخ هذاك راه، والزرنيخ هذاك مش تبع المعجزه، مش تبع المعجزه اللي هو قاعد طالع من عند ربي، نو سي با سا، طالع خبب الزرنيخ هذاك لانه المواد البني والحصاره نتاع البني، ولانه جماعه ال سعود فتني يحبوا كان على كروشهم قاعدين يوسعوا في الواحد ويبنيوا في الوتل ويبنيوا في كذا، والبني ما يقفش دقيقه في مكه لانه هذاك تجيب لهم في العط. المداخيل نتاع الحج راهي كيف مداخيل النفط، لا بل توا مداخيل الحج اكثر من مداخيل النفط، ما عمبلهمش بالعباد كتيح عليهم رافعه ومن بعد يجيبوا تراكس، الامازيغيين يهزوهم بالتراكس كالحيوانات، فهمتني؟ كيما جماعه الواحد، فهمتني؟ علاش؟ لانكم انتم مشيتوا لهم تستاهلوا، والله العظيم تستاهلوا، وما عمركمش تحجوا ولا جاكم لا حجتوا، يعجلكم ما تحميتوا ولا جاكم لا تحميتوا. انا واحد من الناس كان نمشي مثلا اجونس فواياج مثلا ونمشي لوتيل ونمشي لبلاصه وكذا وما نلقاش حمايه وما نلقاش سيرفيس، ما نكرز نعمل مشكله. ما انا نحب الحجاج يمشيو يكرزوا جماعه ال سعود، ما يعملوهاش لانه هذاك يقول لك بيت الله برا كرز من الله، ما تكرزش جماعه ال سعود خطيهم وانتم طحان تمشوا، فهمت كيفاش ولا كيفاش؟ ما زمزم انتم تو تداويو بيه هو معبي بالزرنيخ، معبي بالاخسونيك يزبي يا طب تونس. ايش بيكم ما تجيبوش طرف ماء بزمزم وتحلوهم وتوريو العباد اللي هو ماء مسموم يقتل الناس وكونسوريجينا؟ ايش بيكم ما تكلموش على حكايه اللي كيما هكا يزب يحكوا لنا على زواج الاقارب، ما يصيرش يحكوا لنا يا اخي، هو يقول لك وبنات خالاتك وبنات عماتك وبنات درشلمه وبنات كذا، يا ودي كيفاش لي مارياج كونسونغام انا منظمه الصحه العالميه قالت اللي هو يخلف الامراض يزح تيوما حتى فهمتي واحد يقول لك فهمتني واحد كيفاش واحد معناه نبي ولا دين يحلل معناها فتني زواج الاقارب، وهو زواج الاقارب يخلف الامراض يا اخي ما تعرفوهاش، ما خليتوهاش في الابتدائي، ما تعرفوش اللي ياخذ واحد ولد عمه يجيب وليد معاق وعامل هكا، ما تعرفوهاش الحكايه ذي؟ علاش هكا في تونس زحتي ذريتونا انتم حتى في صحه اولادنا حتى في صحه الاجيال اللي بعدنا، فهموا العباد تقول لهم راه ما تعرسش بنت عمك وبنت خالك، عرس بواحده من امريكا ولا ايش بيكم ما تحبوش تتفاهموا العباد؟ يقولوا الحقيقه للناس يا ولدي، علاش ما تجومش مثلا تقول لهم الايه ذي راهي غلط، الحكم الديني ذي راه ما يجيش زواج الاقارب هذا، فهموني. مثلا احكونا مثلا على مساله الواحد مساله الرضاعه، بالحق سي تري امبورطون، حتى جربريك حكى عليه قبل يا اخي، هو سامحني كي واحد يرضع طفله مثلا، انا ما حكيوش على زواج الاقارب، معناها انا مثلا عندي امراه رضعتني انا وبعد رضعت بنيه من عرش انا من نابل ولا من سوسه ولا ما عرفش منين، بعد كي تقابلنا كي وكذا وحبينا بعضنا بعد عرس، بعد جيت تقول لي اسمع تقول لي امي ولا مع شكون كذا ولا امها هي تقول لي راك كنتوا رضعتوا من بعضكم انطلقوا، كيفاش معناها يا اخي تو كي واحد يشرب الحليب نتاع هذيك ولا نتاع هذيك اسكم كيف تولي اختو معناها، فهموني انتم شنو اللي تبدل في الجينيتيك نتاع البشر وشنو اللي يخلي بشر يحرم،
انا نعرف معناها الانسيست كنا بشر ياخو واحد من الفامي نتاعو، معناها ياخو بنت عمه هو الانسيست، راه بنت عمه الانسيست، واخته هي الانسيست، وكل حكايه هذوكم زواج الواحد، فهمني. اما انتوما سامحني كيفاش معناها فتني هذه فتي الرضاعه شنو هذه فتي تدخل لعباد واحد يا زاح، يعطوني ادله يا ودي، جاوبوا لي على الدين المنيك هذا، جاوبوا لي عليه الطب نتاع تونس هذوما، الطبيبه سكسيه ربك، انت تعرفي كان ما جيتيش في السبيطار راني بززت ربك نعدي ربك، فهمتني. فهموني مثلا كيفاش البوكاشيش معناها سونتيفيكمون، هذوما جماعه علم الاحياء ولا سكم، هذا ما عادش حد نقولها بالفرنسي، هذوما كيفاش البوكاشيش عنده قدره باش ينفخ، يا اخي البوكاشيش ينفخ هو، كيفاش البوكاشيش ينفخ على النار تاع سيدنا ابراهيم، خاطر لقاها النار كليماتيزي، وسيدنا ابراهيم عامل جو قال لك ولا شنو، وهما قاعدوا يحطموا شهر وعملوا نار فتي اقوى قال لك اكبر من شو اسمه من الاهرامات، وحطوه فوقها وتحرق، وبعد دقيقه لاباس، وقال لك البوكاشيش متعدي فخ عليه، انا مره فاتت صارت حريقه بجنبي فتي في فكر واحد الدب نتاع البالاتيت اللوح، النار بركه، الصهدان بركه، الحيط اللي بجنبنا طيحوا، تصور انت الليقه نتاع الحيط اللي بجنبنا طيحها بالرغم اني بعيد عليه 5 متر، وكا الصهد نتاع النار طاح، معناها البوكاشيش باش يقرب للنار هذيك بركه يتشوشت يولي فتي مشوي، كيفاش يا ولدي البوكاشيش نفخ على النار، فهموني الحكايه ذي تاع كيفاش يا علماء الاحياء وعلماء الحيوان في البلاد هذيا يا حيوانات، كيفاش الهدهد عنده كاباسيتي مونتال باش يعرف اسامي العباد، ويعرف هذيك الملكه تاع سبع، وكيفاش هي عملت عمل خطير وشنو قال له امر خطير، ومشى يجري لسليمان وقود له، فهموني انتوما كيفاش معناها الهدهد يفهم الامور هذه الكل ويعرف اسامي العباد، تو ما تفهمين، تو باين نمشي معاكم انا في المعرس، سليمان يعرف الهدهد والهدهد يعرف سليمان، وزوز يحكيوا مع بعض، يا اخي باهي وملكه تاع سبع تعرفوا وهو يعرفها، كيفاش عرف اسمها؟ يعني تحكي معاه زاد الملكه نتاع سبع تحكي مع الهدهد زاد، وكيفاش الهدهد يحدثها ولا سمح؟ وش بيه يا اخي؟ تو فهموني انتم علماء الحيوانات يا حيوانات يا بتاع تونس يا طب ولا وش اسمه تقرب في الحيوانات، كيفاش الهدهد يا اخي ينجم هو يفهم اللغه بتاع البشر؟ معناها الهدهد كي نكلم وانا يفهمني يزيب، انت فاهم جاوبوني على حكايه هذوما، راهو الحكايه هذوما موجودين في القران، راهو موجودين في السنه نتاع النبي بتاعكم يحكي فيه الموضوع هذا، قال لك الهدهد قاود لسليمان وشنو، فهموني حكايه الهدهد الزب يا ودي. قال لك يا سيدي باه مثلا سيدي عندك مثلا كيفاش قال لك اسكندر المقدوني هذا القرنين مشى فهمتي في سوره الكهف، قال لك مشى وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، ولقى الشمس تغرب في عين حاميه، ولقى فتني كذا معناها الشمس فما بلاصه المغرب، مشى المغرب الشمس هو قال لك، فوجد الشمس تغرب في عين حاميه، معناها صور انت في عين معناها فهمتي نتاع ما نعرفش شنو ماء طبعه وتراب وكذا فهمتني هذه الشمس تغرب غادي فهمتني، وهم القوم هذوما اللي يكادون يفقهون قولا معناها يعيشوا بحث مغرب الشمس، صح عليه على الاقل هم عندهم في طياره كيما انا امبارح في الحمامات الفي نتاعي هو البحر، هم الفي نتاعهم مغرب الشمس، مال هاي الناس اللي عايشه صح، فهمت كيفاش ولا الناس هذوما فدي كيفاش يا اخي الشمس تغرب هي، وشنو حكايه الشيوخ هذه مرفت فما شيخ مرفت فرسي في الشارقه قال لك هذا رجل عقلاني لا ياخذ منه لانه قارن على الارض مدوره ودرا شنو، وكيفاش الشمس تاتي من الشرق فاتي بها من الغرب ودرا شنو، وبعد يقول لك في الاحاديث يقول لك في السنه في بويت الذي كفر كوم سي معناها فتي الواحد الشمس معناها هي تدور على الارض، يا اخي تو مش اثبتنا احنا بالعلم اللي فما مجموعه شمسيه والكواكب الكل تدور على الشمس، دونك راهو اصلا احنا نمشوا للشمس مش هي اللي تجينا راه، والشمس مش هي اللي تتعدى راه، واحنا قاعدين نتحركوا وقاعدين ندوروا حول انفسنا، دونك احنا اللي نخليو الشمس تجي مش احنا اللي نبعثوا فيها، معناها الشمس راهي الارض مش مركز الكون والشمس هي مركز الكون، دونك سيغتينمون احنا نمشيو مش الشمس تجي، معناها علاش ما تحكيوش انتم علماء الفلك نتاعنا في تونس قريب في الفك هنا في تونس، يا اخي كيفاش تاخذوا في شهريه ما عندكمش مسؤوليه علميه تحكيو، تشبيكم ما تقولوش الحقيقه للناس، تقول الحقيقه للعباد الزح، قول الحقيقه، قولوا راهو العلم نتاعنا في تونس هذا نتاع القران نتاع النبي هذا درا شنو، قولوا راهو فما العلوم الحديثه راهو ضد حثته، قولوا راهو 70% من القران فيه حاجات ماهيش نورمال، فسروا الناس عطاهم ادله، احكونا مثلا على الحديث النبوي اللي يقول معناه بول البعير معناها فتي يداوي العباد وكذا، اجبدونا على الموضوع هذا سي تري امبورطون، شنو هو الفوائد نتاع بول البعير؟ ما كانش عاد بوفت بس بيعوا العباد في عوض تبيعوا مثلا كوكا كولا، حطوا مثلا بول البعير كولا ولا بعير بولا ولا بعير كبولا، معناها عملوه بابز وبيعوا للناس وعملوه كازيفيه وشربوا العباد باسكو ذاك دواء، يا اخي تو سامحني انتم مش تعرفوا اكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا اخي انتم ما تبوش الدواء اكثر منه هو، كي مش هو اللي قال لكم فهمتي كيفاش الحبه السوداء دواء لكل داء للموتى،
فسروا لي انتم الطب بتاع تونس اللي يعملوا الفارماسيوتيك هذوما درا شنو نتاع الواحد هذوما شو اسمه العلوم الدوائيه ولا شو اسمه هذي. فهموني انتم كيفاش تنجموا انتم تعملوا دواء من الحبه السوداء. تفهموني الحكايه اللي كيما هكا بهيم. انا راني افهم واحد في تونس، انا تو قاعد نتكلم فيكم جاهل متنقل. انا فسروا لي انتم حكايه ذي الحبه السوداء. احكوا لنا مثلا في تونس معناها كيفاش مثلا على مساله درا شنو هذه في الطب النبوي مثلا والحكايات اللي ذكرت فيه. احكوا لنا على الحكايات اللي كيما هكا فهمت. هزه بلا بالحق ما كنتش نورمال. اسمعني ما كنتش نورمال وانتم بشر يلزم واحد فيكم معناها واحد كيفي انا فتي. ومن بعد تجي تشوف تمشي للسبيطار تلقى مرا سكسي فتي تبعث في انا فتي قالت لي برشرب دواء باش تحبني بالرسمي معناها فهمت كيفاش. باش بعد نقول لها تعطيني دواء نقرمشوا. ومعناها كنت مشيت لبس علي يا اخي الطب انتم كيفاش انتم تعطيو العباد الدواء العباد كيفيه الدواء ديريكت. فما طب راه في المانيا يبقاو يحكيو مع بشر 6 شهور باش يكتبوا له دواء برك جوست معناها ما نعرفش دواء معناها نتاع نوم مثلا باش يرقدوا هكا ولا في الليل ولا هذاك عطاه دواء من اصله. معناها في المانيا يمنعوا العباد فهمت يقولوا ما تعطيه دواء الا ما تكون حاله قصوى ما فيهاش خاطر كل دواء في الدنيا سورتو نتاع الاعصاب هذوما مرضوا عندهم اثار جانبيه واصلا يفهموا على اثار جانبيه ويعملوا محاضره كامله باش يفهم باش يعطيه باكو دواء. انا ديريكت عطني الدواء وبعدين في التقرير الطبي بتاعها تكتب شنو تحب تقول راني انا دويته وحكيت معاها طلع ميؤوس منه يخلي له الدواء. معناها هي ما تحبش تضيع وقتها برشا معايا انا باش تداويني. يا بنتي راه مشيت ليش راه مريض انا راه مشيت لها باش تحكي معايا. انا كي مشيت للاستعجالي حكيت مع الطبيب في الاستعجالي ودك كتب على الاقل هذاك هكا ولد حلال فهمتني. اسمع لي بالكدا كدا واسمع لي الكلام اللي قلته كل قيدوا تك 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 تكتب لي تقرير وقريته كل راه قريته الكلام اللي قلته كل موجود في التقرير. قال راني انا حاجتي بجلسات علاج نفسي وانترديكسيون معناها نتاع دواء وزيد الحشاكم طبعا مش نسب نساء ما نحبش نقول عليها كلمه ما نحبش نسب نساء. شوف انت ما نحبش نقول لك الكلمه هذيك اما مش نقول لك مثلا كبوله ابسط حاجه خاطر انا تو نحس في روحي انا غليت عليك فهمت. انت معناها عاتتني معناها فهمتني تحليل بتاع الدم يثبت لي انا اسكو شربت الدواء ولا طلبتيني انت باش قبل ما نجي نعدي عندك نعمل التحليل هذاك في سبيطار منوبه باش تهبريني بالرسمي. يا ولادي راه الطب هذا ما عادش نمشوا لهم راه اللي يمشوا له اعمى يولي في عيني يولي اعمى في عيني الزوز وحالين معناها اللي كابيني بريفي وعندهم قضايا نتاع فساد مالي واداري وغيره وقاعدين ينيكوا في العط وباسم الله هذا اللي في تونس اللي هو الامن القومي تاع البلاد كل مربوط بكلمه الله قاعدين تمنكوا على شعب تونس وانتم قاعدين تمولوا فيها كيما جماعه الحج يا ودي كيما جماعه الكعبه لكم هنا في العط والشعب التونسي يعطي فيهم في 380 مليار في العام. اليوم شوف قديش ابار دول الاسلام الكل في كل تكلف 100,500 مليار معناهم 380 بريسك 400 مليار معناها فتي 400 مليون دولار 400 مليار فتي يعطوا فيها السعوديه لانه السعوديين معناها ملايكين وما عندهمش فلوس واحنا في تونس قاعدين نعطي فيهم فلوس. سيت اكزاكتومون ميم شوز بوغ لي ميدسان ذوما الطحانه اللي ما يحبوش يقولوا حقيقه شعب تونس. اعطونا الحقيقه تاع الاسلام فسرونا اعطونا كل واحد منكم توا انا مطالب. شوف قاش سالتكم السؤال انا هنا سالتكم هنا 10 اسئله كانكم بالرسمي رجال فتي وكذا ونساء صرتوا المدينات. انا ما نحكي اسمع انا راني ما نحكيش على الطب فتي اللي في مخي انا خاطر نعرف منهم كعبات حاشا اللي ما يستاهل اما راهو كل بالنسبه لي انا راهو تحبكم تشكوا بيا يا مارك يا طحان. كل طبيب عندي انا عنده طبع ازلي راهو كبول وخواف انت ماناش خايف ما فهمتش انا يا اخي ربك انت ما قريش رب العلم تو انت كيفاش تو باش تم انت بالقران اللي مش علمي وش بيك منافق انت كي تم بالقران علاش تمشي للطب انت تو كيفاش طبيبه ما مدينه يا زبي ماناش خايف انت زبي ما اقول الحقيقه يا ولدي يدي امني بربك واعمل حجاب واعمل تحب عليه انت كل وقول الحقيقه للناس قولي راهو السنه النبويه اللي فيها الذبانه ذي غطسها كل في الحليب راهي غلطه. قول النبي بتاعك غلط ما تزريش انت ما علاش لبستي حجاب تخشي في العباد انت ما برا ديوا بالرقعه الشرعيه يا زبي علاش تقراوا في الطب انتم برا عملوا لربي باش تداويوا الناس وعملوا عمليه بالتسبيح وعملوا كسكسي وعملوا واحد تمارك هذوما الطب تمارك والله العظيم واحد توك باش تجي دفله في وجوه العباد اللي تتفرج ابقى نتفل عليكم واحد يا مارك الطحان.